تعالى اقولك بقى ازاي المبلغ ده تقدري تكسريه من ال10 جنيه. حتى لو جوزك شغال باليومية تقدري تحوشي ال10 جنيه. انتوا عارفين، كلنا طبعا عارفين ال10 جنيه ما بتجيبش كيس شيبسي. فبال10 جنيه دي هنعمل المبلغ الحلو اللي انتوا شايفينه ده. فتنفع بقى لدخلة مدارس، لدروس، لهدوم للعيال عايزة تجيبيها. تنفعي مثلا تحوشيها تجيبي بيها اي حاجة. فانا هنا فكرت، انا كنت محتاجة منشر كده داخلي عندي، محتاجاه ضروري جدا عشان المنشر اللي عندي اتكسر، وانا طبعا دور ارضي فبحتاجه. فبالنسبة لي ده حاجة مهمة. يعني ببقى خارجة فببقى عايزة انشر غسيل مثلا، فبضطر ان انا انشره والمه قبل ما ينشف والكلام ده. فبالنسبة لي المنشر الداخلي ده مهم عشان انا دور ارضي. فانا جبت كده برطمان فاضي وحطيت عليه وكتبت عليه ان انا عايزة منشر غسيل. وطبعا كنت سائلة عليه، كان عامل 850 جنيه. فالعادي اللي هو الخفيف ده اللي هو اتكسر عندي ده كان عامل مش عارفة 300 جنيه. فانا حبيت لا اجيب حاجة تعيش معايا احسن يعني، فلقيته عامل 850 جنيه. فقلت خلاص، جات لي الفكرة دي ان انا احط كل يوم 10 جنيه في البرطمان ده. انت بقى حوشي في صفيحة، في علبة، في برطمان المتاح عندك. كل يوم كده تحطي 10 جنيه لمدة 3 شهور، او 4 شهور على حسب الالتزامات اللي عليكي او اللي انت عايزة تجيبيه. انا هنا قلت هحوش لمدة 3 شهور بس عشان انا محتاجة المنشر. فتعالوا كده نشوف بقى بعد 3 شهور كده ال10 جنيه دي عملت لنا ايه. طبعا هو المفروض 3 شهور في ال10 جنيه يعني عاملين 900 جنيه، بس انا يعني كنت بعت عيش ناشف وبرضو كان يبقى معايا 20 جنيه زيادة، مثلا 30 جنيه زيادة كنت برميهم. فقلت بقى كده اشوف انا وصلت كده لحد كام وحوشت كام. فكنت متحمسة قوي للحظة بتاعت فتح البرطمان دي. وطبعا كنت كل ما يكون معايا 100 جنيه مجمدة كنت بحطها واخد بدلها فكة، علشان يبقى متجمد كده معايا، عشان لما اروح كده اشتري المنشر مش هروح بقى اشتريه بعشرات. فتعالوا كده نشوف بقى كده حوشنا كام. اول حاجة كده نقول بسم الله، ادي 200 جنيه، وادي كمان 200 جنيه، يبقى كده 400 جنيه، وكمان 200 يبقى 600، وكمان 200 يبقى 800، وادي 100 يبقى 900، وادي 50 و50، ادي كده 1000. يبقى احنا كده كسرنا 1000 جنيه من 10 جنيه. يعني هو 3 شهور كنت بحط زي ما قلتلكوا 10 جنيه كل يوم. ولو معايا زيادة كمان احط، مفيش مشكلة خالص، البحر بيحب الزيادة. ولو معاكي اكتر ممكن تعوشي كل يوم 20، كل يوم 50، على حسب مقدرتك انتي. بس انا بقول ابسط حاجة خالص والمتاح لاي حد اللي هي ال10 جنيه اللي ما بتجيبش اي حاجة. فاهميني؟ فالمبلغ البسيط ده تخيلوا عمل معايا المبلغ الحلو ده. فانا عشان بقى محتاجه منشر غسيل زي ما قلت لكم اعمل 850، فمش هاخد ال1000 جنيه كلها، هاخد بس ال 850 اللي انا كنت محتاجاهم. عشان طبعا فكره ان انا اطلع 850 من مصروف البيت في شهر واحد من الشهور هتبقى صعبه جدا. وما يعني ما اضحكش عليكم، هتبقى صعبه جدا ان انا اطلع 850 من مصروف البيت مره واحده. فعشان كده جات لي الفكرة دي ان انا احوش كده كل يوم 10 جنيه، ولو حتى اقعد شهر شهرين 3 احوش فيهم مش مشكلة. بس يعني احس ان حاجة خرجت من ضمن المصاريف. فشلت كده 850 على جنب، وال150 الزيادة دول هرجعهم تاني في البرطمان علشان عايزة اجيب حافظة سجاد اللي هي بديل السجاد دي، بدل السجادة الكبيرة اللي عندي تقيلة في الصولة، والعيال طبعا مبهدلينها، فكل شوية بقى قرف عايزة تتغسل وعايزة تتشيل والكلام ده. فقلت لا، انا اجيب كده ايه حافظة علشان تبقى خفيفة كده في الغسيل، احطها تتغسل في الغسالة تبقى سهلة وبسيطة على طول. فهبتدي احوش لها بقى. يبقى كده اول 150 جنيه كده حطيناهم اللي هي الزيادة. فدي كانت فكرة كده بسيطة. اتمنى بقى يكون فكرة النهاردة كده عجبتكم وتحمسوا كده وحوشوا، وان شاء الله تجيبوا كل الحاجة بتتمنوها. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.